جروزي حبايبك كلهم في حضنك. صباح الخير، تعالوا نشوف حكاية القطة دي من أولها. بصوا، القطة دي كانت والدة في العمارة، وحد من السكان اشتكى او وجودها انها والدة تحت السلم. البواب اضطر للأسف انه يخرجها بره تحت عربية ما بتتحركش. هنحاول ان احنا نعمل لها قعدة او بيت كويس عشان ولادها يعرفوا يقعدوا فيه. روحت البيت، عندنا صندوق كده قديم وفي الحتة دي اللي هي بتاعت النجيلة الصناعي، عايزة اعمل لها زي باب او ستارة كده، فهجرب اعملها بكيس ورق. طيب الحمد لله نفس المقاس، هلزقها بس الحتة دي كده. طيب كده بقى البيت، ونفتح يقعدوا جوه، نحط لهم الاكل والميه هناك. تعال تعال تعال. فرشت لها ايه؟ هي كانوا قاعدين عليها؟ لا والله للاسف قعدوا. ما عايزين حد يتناولهم. تعال تعال. حطينا البيت في الجنب هنا كده، ناقص ان احنا نعرف نطلع القطه بعيالها. كنت جايبانها من اكل القطط بتاعتي اللي هو عباره عن كبده مهروسه مع خضار. حبيبتي طبعا زهقت من الدراي فود اللي بنحطه، فكانت محتاجه حاجه طريه. بعد ما عرفنا ان احنا نحط البيت نزنقه في حته في الجنب، ما عرفناش نطلع القطه ولا عيالها خالص من تحت العربيه، فقلنا هنديها نص ساعه او ساعه كده نبعد عنها، نخليها تنسى شويه، بعد كده هنروح، وعلى امل انها لما تلاقي البيت ده في نفس المكان بتاعها بس امن، انها هي اللي تنقلهم بنفسها. A few hours later. الله، اول واحد عرفت ادخله. تعالي ما تخافيش، ما شاء الله. ايوه ما تجيبيهم بقى، ما تجيبيهم ببقك عشان انا مش عارفه اوطي. طيب يا حبيبي، معلش يا قلبي. ما شاء الله الصغنن. خدي اهو، ناقص واحد، خشي لعيالك. اجيبه ازاي ده؟ اجيبك ازاي؟ تتحرك يا صغنن، ما تجيبيه انتي. طيب ما تجيبيه، ما تجيبيه، الله يخليكي، لحسن انا خلاص. لا جدع، ام جدع. تبعت. اخر حل هنتخذه، ايوه مسكتك، فشتك يا صغنون، فشتك يا صغنون، يتعبني. معلش انا اسفه، انا تعبت. تعالي يا اختي تعالي. الحمد لله. ايوه جروزي حبايبك كلهم في حضنك. هقفل عليكي. باي باي. ضل مبتسمون رغم الإعاقة.